شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، بدون شك ان المخطط والجي وفوا بالغرض ديالهم، ولا نشكيك في مصداقية الوزارة في تدبير هذا الموضوع. فقط سؤال كبير: ما العمل لمواجهة هذا الموجة الغلاء منذ مدة طويلة جدا وجيب المواطن يكتوي؟ دابا سيد الوزير، المواطن والله ما تيشريو اللحم، الفقراء تيشريو العظام بالكيلو باش يديروا البنة نتاع اللحم في الطاجين ديالهم. المطيشه وهذا راه عرفتوا دابا تيقولوا الناس هذيك التخليطه اللي تيديروا جوج من الحاجه او ثلاثه. دابا كاين واحد القضيه اخرى هي التشطيبه، يعني بحيث يكملوا البيع نتاع المواد تيشطبوا هذاك الشيء اللي بقى تتباع بثمن اقل، ثم كاين من بعد منها المواد الغير صالحه للاستهلاك واللي مع الاسف كذلك الحمد لله الموجود راه موجود، الخضار واللحوم، ولكن الاثمنه غاليه جدا. شكرا. شكرا سيد الرئيس. تفضلوا سي سعدي.